بنتابع مع بعض قراية كتاب سرداب المومسات. وصلنا عند الحلقة 16. عايزة أقول لكم من أول الصفحة 228 والكاتب عرض لنا وثائق. الوثائق دي طبعا مكتوبة بخط الإيد. طيب الوثائق دي عبارة عن إيه؟ أول حاجة تقرير اتهام. تقرير الاتهام ده مذكور فيه كل أسامي المتهمين، سواء اللي اتحكم عليهم أو اللي طلعوا براءة، ومكتوب فيه اسم كل متهم وعمره. الحلقة اللي فاتت قلت لكم عمرو، ريا، وسكينة، وحسب الله، وعبد العال، وعرابي، وعبد الرازق، وسلامة، وأمينة بنت منصور. الصفحة الأولى من التقرير مذكور فيها 9 أسامي. الستة الأولانيين كلنا عارفينهم، اللي اتحكم عليهم بالإعدام في الآخر. طيب في 3 تانيين مذكورين في أول صفحة. مين؟ سلامة، وأمينة اللي هي أم أحمد النص، وزوجها أبو أحمد النص اللي هو اسمه محمد علي القدوسي. طيب مكتوب إيه هنا؟ مكتوب إن خلال المدة ما بين نوفمبر سنة 1919، وده اللي اتقتل فيه خضرة، لغاية 12 نوفمبر سنة 1920 اللي اتقتل فيه آخر ضحية وهي فردوس، مكتوب إنهم قتلوا عمدا خضرة بنت محمد اللامي، ونظلة أبو الليل، وعزيزة مجهولة اللقب، ونبوية بنت جمعة، وزنوبة بنت علي أحمد، وسليمة بنت إبراهيم الشهيرة بأم عرفات، ونبوية بنت علي، وفاطمة بنت محمد، وزنوبة بنت محمد موسى، وفاطمة مجهولة اللقب، وأنيسة بنت رضوان، وأمينة مجهولة اللقب، وخديجة مجهولة اللقب، وهانم مجهولة اللقب، وفاطمة مجهولة اللقب، وحجازية مجهولة اللقب، وفردوس بنت فضل الله، وذلك بواسطة كتم النفس والخنق مع سبق الإصرار والترصد. ثم سرقوا مصوغات المجني عليهن جميعا، ومخصص اسمين: أمينة بنت منصور اللي هي أم أحمد النص، وزوجها محمد علي القدوسي أبو أحمد النص، بالاشتراك مع الفاعليين الأصليين بالاتفاق والتسهيل لارتكاب إحدى تلك الجرائم، وهي قتل المجني عليها نبوية بنت جمعة. طيب قايل إيه عن علي الصايغ؟ علي محمد حسن الصائغ عمره 26 سنة وصناعته صائغ. أخفى مصوغات المجني عليهن السابق ذكرهن مع العلم بأنها مسروقة. يبقى معنى كده إن علي الصائغ ما كانش عارف بالقتل، لكن كان عارف إن المصوغات دي مسروقة. طيب عارض إيه بقى تاني الكاتب؟ عارض قائمة بأسماء شهود الإثبات في قضية الجناية نمرة 43 سنة 1920. يعني القضية موجودة هي يا جماعة بأرقامها وبالسنة، للناس اللي لسه بتشكك في قضية ريا وسكينة. وكاتب كل أسامي الشهود بالأعمار بتاعتهم، وكمان قالوا إيه في الشهادة بتاعتهم. أول واحدة ذاكرها السيدة بنت سليمان 35 سنة، بياعة البيض. وتاني واحدة زينب بنت حسن الشهيرة بأم نظلة. والتالتة فاطمة بنت علي متولي الشهيرة بستوتة، وسنها 35 سنة. وواحد اسمه محمد إبراهيم الحاوي تقريبا، لأني مش عارفة أقرأ بقية اسمه مش واضح، عنده 65 سنة. طب ده أصلا كانت شهادته إيه؟ ده شهد بإنه شاف أم نازلة وعرابي مع بعض أكتر من مرة، وإن هما يعرفوا بعض، وده طبعا لأن عرابي كان بينكر. نمرة 5 حواء بنت سيد أحمد، وسنها 30 سنة، ودي برضو شهدت بإنها شافت أم نازلة مع عرابي. نمرة 6 محمد خليفة، وده سنه 24 سنة، وشهد بإن عرابي حسان يعرف عبد الرازق ومحمد عبد العال. طبعا كل دي كانت خيوط علشان يربطوا علاقة أفراد العصابة ببعض، لأنهم أخدوا وقت كتير جدا في التحقيقات في إنهم بينكروا كل حاجة. نمرة 7 خضرة بنت علي، وسنها 50 سنة، ودي بياعة برتقان. طب شهدت بإيه خضرة؟ شهدت بإنها شافت أم نازلة بتتكلم عن شفيقة دي واحدة من الشهود برضو. استغلت غياب نازلة وادت أم نازلة أمارة إنها في اليوم ده اللي اختفت فيه سابت غسيلها على الحبل، وأخدت من أم نازلة 2 جنيه علشان تقول لها أي معلومات عن بنتها. الشاهد نمرة 8 محمد حسن محمود، وعنده 28 سنة. طب شهد بإيه ده؟ شهد بإن أم نازلة ادته صورة نازلة وقالت له يدور معاها عليها، وقالت له إنها ممكن تكون هربت مع عرابي، وإنها خايفة من عرابي ده لأنه عرابي فتوة وبلطجي، وإن محمد حسن ده راح لعرابي فعلا وسأله عن نازلة، وعرابي قال له أنا كنت أعرفها من زمان وسبتها. نمرة 9 شفيقة سنها 22 سنة، وكانت شغالة في البيوت، ودي شهادتها كانت مهمة. شهدت إنها تعرف عرابي وعبد الرازق، وإنها كانت بتشوفهم عند ريا، وكمان إنها شافت نازلة مع عرابي. الشاهد نمرة 10 عبد المحسن بخيت، وده شغلته سقة، عنده 30 سنة، وده شهد بالخناقة اللي حصلت بينه وبين ريا وحسب الله، واللي دافع عنهم عرابي وعبد الرازق، وإنهم هددوه إنه يبعد عنهم وملوش دعوة بيهم.
نمرة 11 الغفير عبد الموجود عبد الرحيم، وده عنده 35 سنة، غفير اسم اللبان. وده شهد بإن رايا فعلا كانت فاتحة بيت سري، وإن الرجالة وستات كانوا بيترددوا على البيت ده، وشهد كمان إنه كان بيشوف عرابي بيدخل البيت ده. نمرة 12 أحمد محمد مصطفى الشهير بعدس، وعنده 30 سنة، وده شهد إنه شاف عبد الرازق وعرابي واقفين مع عبد المحسن اللي هو اتخانق مع حسب الله وريا. نمرة 13 محمد خفاجة وعنده 24 سنة، وده طبعا احنا حكينا شهادته بالتفصيل. ونمرة 14 عديلة الكحكية، سنها مش واضح قوي بس تقريبا 32 أو 22، ودي طبعا حكينا شهادتها بالتفصيل قبل كده. نمرة 15 محمد هليل عنده 30 سنة، وده شهد بإن عبد الرازق يعرف أنيسة وإن بينهم علاقة. نمرة 16 محمد عمر، وده سنه 59 سنة، وده شيخ حارة. ده شهادته كانت إيه بقى؟ إن سكينة طلبت منه إنه يضمن جوزها لأنه كان محبوس، وقالت إن جوزها ده اسمه محمد عبد العال، والحقيقة إن اللي كان محبوس ده يبقى سلامة، وإنه كان منتحل شخصية عبد العال وبيقول إن هو عبد العال جوز سكينة. نمرة 17 قاسم حسن، وده سنه 35 سنة، ويبقى شيخ غفر. وده شهد بإنه لما حصلت حادثة سرقة في الشارع دخل بيت سكينة وطلع منه سلامة، إن سلامة كان مع سكينة. نمرة 18 عزيزة بنت عبد العزيز، وعندها 18 سنة، وبتشتغل ممس. عزيزة شافت سلامة عند سكينة. شهدت عزيزة كمان إن في يوم سكينة بعتتها عند ريا في شارع علي بيك الكبير، وكان وقتها حسب الله موجود مع ريا، وكان في البيت شوال ريحته منتنة ومربوط بحبل، وحسب الله طلب منها إنها تشيل الشوال ده على راسها، وفهمها إن الشوال فيه لحمة معفنة، وخلاها شالت الشوال ورمته في الخرابة، واكتشفوا بعد كده إن ده كان إحدى جثث الضحايا. الشاهد نمرة 19 عيشة بنت عبد المجيد، ودي سنها 16 سنة، وبتشتغل بياعة بيض، ودي كانت برضو شهادتها مهمة. شهدت إن عبد الرازق كان بيروح عند ريا على طول، وإنه اجتمع بأنيسة في بيت أم أحمد النص. وشهدت كمان إن سكينة جت أخدت زنوبة بتاعة الفراخ من دكانها في اليوم اللي اختفت فيه. وشهدت كمان إنها شافت الشبشب التونسي بتاع زنوبة في رجل سكينة. وبالمناسبة كان في متابعة طلبت مني صورة الشبشب التونسي، والله لو لقيتها مش هعزها عليكي. الشهادة نمرة 20 أم إبراهيم بنت علي الحبشي، وسنها 20 سنة، ودي بنت زنوبة الفرارجية. وشهدت إن سكينة جت ندهت أمها، وإن من وقتها أمها ما رجعتش تاني، ودي صورتها موجودة، وصورتها اتاخدت بموافقتها، لكن هي رفضت إنها تتكلم مع أي حد. أما الشاهد رقم 21 وده علي محمد فهمي، وسنه 40 سنة، وده صاحب فرن. وده شاهد ضد أبو أحمد النص، كان متغاظ منه جدا، وقال إنه كان بيقوله تعالى اسهر عندنا واشرب حشيش وطبعا اقعد مع ستات، وإنه لما عرف موضوع الستات اللي كانت بتتقتل قبل كده قال له أنت كنت هتيتم ولادي، لأن ده خلاه مقتنع إن أبو أحمد النص ليه يد في جرائم القتل. ونمرة 22 شاهد اسمه أحمد فخري، وعنده 28 سنة، وتاجر دقيق، وشهد بنفس الشهادة اللي قبلها على برضه أبو أحمد النص. ونمرة 23 حنا يعقوب حكيم، وده سنه 35 سنة، وبيشتغل عربجي، وقال إن أبو أحمد النص عرض عليه كذا مرة إنه يجي يسهر عنده، وإنه في يوم أخد واحد صاحبه وراحوا علشان يسهروا عنده فعلا، لكن مرضيش يدخلهم، وكانت الأنوار كلها مطفية والدنيا ضلمة، وده خلاه يشك إنه ممكن يكون في اليوم ده كان فيه جثة بتتقتل. طبعا ده بعد اكتشاف الجثث، فكل واحد دماغه بتروح لتفكير معين مش شرط إنه يكون صح، لكن بيشهد باللي شافه. والشاهد نمرة 24 شهادته مش مهمة لأنه قال نفس شهادة الاتنين اللي قبله على أبو أحمد النص. نمرة 25 السيد عبد الرحمن المكواجي، وده اللي كان يعرف فردوس، وشاهد إنها كانت معاه في الخمارة ومعاهم سكينة، وإنه من يومها ما شافش فردوس. ونمرة 26 خديجة السودانية، ودي شهدت إن بنتها فردوس خرجت مع سكينة علشان يجيبوا البلطو وما رجعتش من يومها. أما نمرة 27 وهو ويليام اللي كان صاحب فردوس العسكري الإنجليزي، وده حكى كل اللي حصل، وكمان قال مواصفات الخاتم اللي كان مع فردوس اللي كان عليه أول حرف من اسمه واسمها. ونمرة 28 زكية بنت جعفر، وعندها 40 سنة، وصاحبة قهوة. زكية دي ما اتذكرتش في المسلسل بس كان دورها مهم جدا، ودي كان دايما الرجالة بيقعدوا قدام القهوة بتاعتها. ودي شافت نبوية بنت علي قاعدة مع سكينة قدام باب البيت، وبعد كده نبوية اختفت، وإنها سألت عليها سكينة كذا مرة وقالت لها معرفش.